ليه بقينا بنشوف إصابات كتير للعيبة خلال الفترة اللي فاتت؟ لسه مؤخرا شفنا مشهد للامين يامال وهو داخل يشوط ضربة الجزاء، ولكن بعد التسديدة شعر بالإصابة ووقع على الأرض، وأعلن بعدها نادي برشلونة إن موسم لامين يامال انتهى. طيب هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ الحقيقة مش ضعف لياقة، ولكن ده بيكون تحميل زايد على اللاعب بسبب كتر المباريات، وده مع الوقت بيجهد جسم اللاعب وبيخليه عرضة أكتر للإصابات. تخيل معايا لاعب بيلعب كل 3 أيام أو يومين دوري ودوري أبطال، وكمان بيلعب مع المنتخب، الجسم مش بيلحق يستشفى والعضلات بتوصل لنقطة الانفجار. وطبعا مع أول مجهود للاعب في المباريات لما بتوصل للضغط العالي زي السرعات والالتحامات البدنية والتسديدات القوية، وهنا بتكلف اللاعب بإصابة خطيرة بتنهي موسم كامل. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.